محتار بميزانية محدودة إذا بتركب الشيفروليه سبارك 2014 أو بتدفع زيادة وبتركب الهيونداي فيلوستار كارت 2015. تعال أعطيك الزبدة. الشيفروليه سبارك ملكة المدينة حرفياً، محرك 1.2 لتر بقوة 84 حصان، بتمشي باللتر الواحد حوالي 16 كيلومتر. بتشم البنزين شم، قطع غيارها بتراب المصاري وبتصف بأي مكان حرفياً. العيوب اللي فيها انه العزل فيها ضعيف والمساحة الداخلية ضيقة وبالطلوع بدك تطول بالك عليها. اما الفيلوستار فهي ستايل وشخصية، بتيجي بمحرك 1.6 لتر بيعطيك 138 حصان، وفي منها انواع توربو بتوصل لل 200 حصان. الفيلوستار فيها 3 ابواب بحركة رياضية غريبة، ثباتها افضل وشكلها بيلفت النظر، بس انتبه صرفيتها اعلى والرؤية الخلفية فيها صعبة شوي. باختصار بدك توفر وتتحرك براحتك ضمن المدينة، خود الشيفروليه سبارك. بدك هيبة واداء وشبابية اكثر، خود الفيلوستار. الاسعار بالسوق السورية، سبارك اليوم تقريبا عم يتراوح سعرها من ال 5000 لل 6500 دولار حسب الحالة الفنية، بينما الهيونداي فيلوستار بيتراوح سعرها من ال 6000 ل 8000 دولار كمان حسب الحالة الفنية. وانت اذا كان معك هيك مبلغ شو بتختار، التوفير ولا الستايل؟ اكتب لي بالكومنت.